أنشيلوتي معاه ساحر أفريقي موجود معاه بشكل دائم في التدريبات والمباريات. بعيدا عن الكلام الفاضل اللي سمعتوه من شوي، فمما لا شك فيه انه دائما ما يحلو لمتابعين كرة القدم حاليا المقارنة بين أنشيلوتي كأكثر مدرب حقق بطولة دوري أبطال أوروبا بالتاريخ وبين غوارديولا اللي أعاد لكرة القدم متعتها ورونقها وانتشلها من مستنقع الأداء الدفاعي اللي انتشر بعد فوز اليونان ببطولة أوروبا عام 2004. أنشيلوتي وغوارديولا مدربين متناقضين تماما، مختلفين عن بعض بشكل كامل. فبينما أنشيلوتي رجل تقليدي جدا وبيعتمد على إبداع اللاعبين وجنونهم بأرض الملعب، بتلاقي غوارديولا على النقيض تماما، كل شيء عنده مرسوم بالورقة والقلم، ممنوع لأي لاعب يخرج عن النص أو عن الدور المرسوم له. بلا ما نكتر كلام وخلينا نحكي عن هدول المدربين بالتفصيل، بس قبل بدي أذكر حضراتكم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، وخلونا نبدأ مع مستر كارلو أنشيلوتي. أنشيلوتي هو بحق الابن الوفي للمدرسة التقليدية، وما زال لحد الآن بيلعب بطريقة 4-4-2 دياموند، وعلى فكرة هاي طريقته من لما كان مدرب للميلان عام 2003. وللمصادفة أنه حتى طريقة تعامله مع بيلينغهام حاليا كلاعب حر بريال مدريد هي مماثلة تماما لطريقة تعامله مع زيدان لما كان أنشيلوتي مدرب لجوفنتوس عام 99. إذا لا شيء جديد بفكر أنشيلوتي، طريقته نفسها بيطبقها مع كل الأندية اللي بيدربها، ولكن اللي بيميز الرجل هو دبلوماسيته والعلاقات الإيجابية اللي بيبنيها بينه وبين اللاعبين من جهة وبينه وبين إدارات الأندية من جهة تانية. وعلى فكرة بسبب علاقة الصداقة اللي كانت بتجمع بين أنشيلوتي وبيرلسكوني مالك نادي ميلان، هذا خلى شبكة علاقات أنشيلوتي تتوسع بشكل كبير أوروبيا، وهذا اللي سهل تعاقد رؤساء الأندية مع أنشيلوتي لتدريب أنديتهم، وهذا اللي بيفسر لنا بنفس الوقت عدد الأندية الكبير اللي ضربها أنشيلوتي خلال مسيرته. أنشيلوتي ما بس طبق دبلوماسيته بعلاقاته مع إدارات الأندية، وإنما طبقها أيضا بعلاقاته مع اللاعبين، وهذا اللي كان يخلي دائما أنشيلوتي محبوب من قبل اللاعبين، وبالتالي استطاع أنشيلوتي خلق نوع من الألفة والانسجام واللي راح بيكون له تأثير السحر على نتائج الفرق اللي ضربها أنشيلوتي بشكل عام. إذا مثل ما حكينا الرجل فنيا ما عنده أي شيء جديد، وإنما بيعتمد بشكل كبير على إبداع لاعبينه وجنونهم بأرض الملعب. لذلك دائما ما اقترن نجاح أنشيلوتي مع الفرق اللي دربها بأسماء لاعبين عظماء مثل مالديني وإنزاجي وشفشينكو مع الميلان، أو زيدان مع جوفنتوس، أو بيلينغهام وفينيسيوس مع ريال مدريد حاليا. وبالتالي من الصعب جدا تصور نجاح أنشيلوتي بقيادة فريق متوسط أو ما عنده نجوم، لأن الرجل بيعتمد مثل ما حكينا على إبداع اللاعبين وإعطائهم بأرض الملعب وليس على خطط غرفة الملابس. ومن أشهر القصص اللي تروى عن أنشيلوتي واعتماده الأساسي على كفاءة اللاعبين وغيرتهم على قميص النادي هو ما جرى بغرفة تبديل ملابس تشيلسي عام 2010 قبل نهائي كأس إنجلترا أمام بورتسموث. ويومها أنشيلوتي قال للاعبين بالحرف: هذه آخر مباراة لنا بالموسم ونحن نعرف من هو خصمنا، لذلك افعلوا ما يحلو لكم. وغادر أنشيلوتي غرفة الملابس بدون أي خطة، وفعلا يوم استطاع تشيلسي الفوز بنتيجة 1-0 وأحرز كأس إنجلترا. هاي القصة بتعطينا صورة واضحة عن عقلية أنشيلوتي وعن كيفية إدارته للاعبين بغرفة الملابس. لذلك فالرجل عنده إيمان كامل بأنه كرة القدم هي لعبة إبداع تعتمد بالدرجة الأولى على إبداع اللاعب وإعطائه داخل أرض الملعب. أما غوارديولا فهو مدرب مختلف عن أنشيلوتي وعن أي مدرب آخر بالعالم. أهم النقاط اللي بشدد عليها غوارديولا هو تمركز اللاعبين وضرورة التزام كل لاعب بالمركز المحدد والواجبات المحددة. ممنوع أي لاعب يخترع، ممنوع أي لاعب يخرج عن السياق المرسوم. خلونا نوضح أكثر الفرق بين الطريقة التقليدية بتموضع اللاعبين وبين طريقة غوارديولا. الطريقة التقليدية بالانتشار بتعتمد على تقسيم الملعب لثلاث خطوط طولية وست خطوط عرضية، وبالتالي تسهيل مهمة انتشار اللاعبين بأرض الملعب. أما غوارديولا فاعتمد تقريبا على نفس التقسيم التقليدي للملعب، ولكنه أضاف خطين إضافيين بالطول سماهم نصف المساحات. وبالتالي فطريقة الانتشار اللي كان بيعتمدها غوارديولا، طبعا بدي أشير إنه هاي الطريقة تغيرت لما استلم غوارديولا تدريب مانشستر سيتي، وهذا الشيء رح نذكره بعد شوي. إذا فطريقة الانتشار اللي كانت بالشكل التالي، وبنلاحظ كيف إنه الانتشار عند غوارديولا بيمنع وجود أكثر من 3 لاعبين على خط واحد بشكل عمودي، وبيمنع وجود أكثر من لاعبين على خط واحد بشكل أفقي. طبعا السبب معروف، لأن هاي الطريقة بتساعد على تطبيق سياسة غوارديولا بالاستحواذ والتيكي تاكا، لأن هذا النوع من الانتشار بيعطي المجال لكل لاعب مستحوذ على الكرة انه يكون عنده خيارين للتمرير. ولأن غوارديولا هو ملك الاستحواذ، لأن هذا الرجل بحب دائما يكون مسيطر على مجريات المباراة، لذلك فإن العدو الأول لغوارديولا هو الفوضى. والفوضى من وجهة نظر غوارديولا بتتمثل بشكل أساسي بالكرات الطويلة. عند غوارديولا ممنوع تماما انه حارس المرمى او لاعب الدفاع يشتت الكرة او يلعب كرة طويلة لخط الهجوم مباشرة،
من أجل ذلك ابتدع جوارديولا مفهوم الحارس الذي يجيد اللعب بالقدمين، وبالتالي حارس المرمى عند جوارديولا لازم يعرف يتصرف بالكرة تحت الضغط، وممنوع الحارس يقوم بتشتيت الكرة بشكل عشوائي، وبالتالي بتحصل الفوضى اللي بيرفضها جوارديولا بشكل قاطع. الشيء الحلو بجوارديولا حقيقة انه دائما بيتطور وبغير افكاره. فطريقة الانتشار اللي ذكرناها من شوي واللي طبقها ببرشلونة عام 2009 غير لما استلم تدريب مانشستر سيتي واعتمد طريقة الام دبليو، بحيث ينتشر المهاجمين على شكل حرف دبليو وخط الدفاع على شكل حرف ام، بحيث يشكل لاعبين خط الوسط مربع خلف الثلاثي الهجومي. ولأن جوارديولا مثل ما حكينا دائما بيتطور وبيجدد بأفكاره، فطرأ تطور مهم جدا على فكر جوارديولا بيتعلق بنقطة انضباط اللاعبين. والحقيقة يبدو أن جوارديولا صار ميال لفكرة ضرورة وجود لاعب مبدع ومجنون قادر على إحداث الفرق بمهاراته الفنية العالية داخل أرض الملعب، وبحيث يمتلك هذا اللاعب حرية التحرك. وهذا التغير ظهر واضح بتعاقد جوارديولا مع الجناح الأيسر البلجيكي دوكو. وطبعا واضح هامش الحرية اللي أخذه دوكو بمانشستر سيتي بسبب مهاراته الفنية العالية وقدرته العالية على المراوغة بشكل بذكرنا بطريقة فينيسيوس مع ريال مدريد. ختاما ما في شك أنه العامل النفسي اللي بيشتغل عليه أنشيلوتي هو عامل مهم جدا لخلق فريق منافس عنده روح البطولة، ولكن مما لا شك فيه أيضا أنه أفكار جوارديولا شكلت ثورة بعالم التدريب وأعادت لكرة القدم البريق والمتعة بعد الانتكاسة اللي حصلت بعد عام 2004 مثل ما ذكرنا، واللي شهدت حصول اليونان على كأس أوروبا وانتشار أفكار اللعب الدفاعي والكرات المرفوعة. فجاء جوارديولا وأنقذ كرة القدم من مستنقع اللعب الدفاعي وعاد لكرة القدم متعة الأداء الهجومي. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تشاركونا بتعليقاتكم وآرائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.